يا أهلا بيكم يا شباب. النهاردة وانت ماشي في الشارع أو بتفتح الموبايل بتلاقي خبر واحد مسيطر: البترول ولع، الأسعار طارت. تروح تسأل الخبراء يقولولك العرض والطلب يا فندم، بس الحقيقة إن الكلام ده نص اللبة. اللي بيحرك السعر دلوقتي مش بس البراميل اللي طالعة من الأرض، هو البعبع اللي ساكن في دماغ التجار. النهاردة هنفك شفرة إزاي الخوف بيغلي علينا العيش والزيت قبل البنزين. يلا بينا. بص يا سيدي، في العادي السعر بيزيد لما البترول يقل أو الناس تطلب كتير، ده المنطق. بس اللي بيحصل في مضيق هرمز دلوقتي حاجة تانية خالص. المضيق مقفول أيوة، بس هل المخزونات خلصت؟ لأ. الخزانات في أمريكا والصين مليانة لسه. أمال السعر نط ليه؟ عشان التوقعات. التاجر اللي قاعد في لندن أو نيويورك مش بيشتري بترول النهاردة، هو بيشتري عقد لشهر قدام. فلو خاف إن بكرة تحصل ضربة أو لغم يفرقع في ناقلة، بيجري يشتري دلوقتي بأي تمن عشان يأمن نفسه. إحنا هنا مش بنسعر براميل، إحنا بنسعر قلق. في علم النفس الاجتماعي اللي بنهتم بيه هنا، في حاجة اسمها بانيك باينج أو شراء الذعر. تخيل معايا، إشاعة طلعت إن العيش هيخلص بكرة، هتلاقي الناس طوابير والفرن غلى السعر. هل القمح خلص؟ لأ، بس الخوف من إنه يخلص هو اللي عمل الأزمة. ده اللي بيحصل في سوق البترول. مضيق هرمز بيمر منه 20% من بترول العالم. لما إيران تلمح بس إنها هتقفله، التاجر بيتخيل سيناريو يوم القيامة. الخيال ده بيترجم فوراً لدولارات زيادة في السعر. طيب أنا مالي ومال البترول يا عم، أنا راكب ميكروباص أو بتمشى. بص يا بطل، البترول ده هو الدم اللي ماشي في عروق الاقتصاد العالمي. لما السعر يرفع بسبب الخوف، تكلفة الشحن بتزيد. تكلفة الشحن تزيد، سعر مثلا علبة التونة اللي جاية من بره يزيد. سعر علبة التونة يزيد، التاجر اللي في منطقتك يخاف، فالأسعار ترفع أكتر. إحنا كبشر بنتحرك بالعاطفة أكتر من الأرقام، والسياسيين زي ترامب أو قادة إيران عارفين ده كويس، فبيستخدموا الخوف كسلاح ضغط عشان ياخدوا اللي عايزينه في المفاوضات. الخلاصة يا شباب، اللي بيحصل في مضيق هرمز دلوقتي هو ماتش شطرنج بالبشر والمشاعر. السعر مش هيستقر لما البترول يزيد، السعر هيستقر لما الناس تطمن. طول ما في لا يقين في غلاء. انت بقى كواحد بيتابعنا لازم تفهم ان اللعبة أكبر من مجرد أخبار حرب، دي لعبة تحكم في الأعصاب. دي كانت دردشة سريعة في سيكولوجية السوق. لو عجبتكم الحلقة دي وعايزين نحلل أكتر تأثير الحرب دي على حياتنا اليومية، سيبولي في الكومنتس. وما تنسوش، الفهم هو أول خطوة عشان ما تخليش حد يضحك عليك بالبعبع. سلام يا أبطال.